المستقبل البسيط. المستقبل البسيط اول زمن بناخده هو المستقبل البسيط. اي زمن اصلا يعني احنا عندنا ثلاث احقاب: مضارع، ماضي، مستقبل، صح؟ او يا سيدي ماضي الاول، مضارع، مستقبل. لما جينا ندرس المضارع الاول خدنا المضارع البسيط وبعد كده المضارع المستمر، مظبوط؟ لما جينا ندرس حقبه الماضي او نيجي ندرس ازمنه في الماضي خدنا الماضي البسيط الاول. يعني كل شويه بنبدا بالبسيط، بنبدا دايما بالزمن البسيط. بدانا بالماضي البسيط وبعد كده خدنا الماضي المستمر، تمام؟ ولسه واخدينه حالا اهو بالروابط بتاعته. دلوقتي احنا نبدا المستقبل البسيط وهناخد شكلين للمستقبل البسيط. بعد كده ممكن ناخد المستقبل المستمر عادي، مفيش مشكله، او اشكال اخرى للمستقبل، لان المستقبل له 6 اشكال. فاحنا معانا النهارده المستقبل البسيط. المستقبل البسيط له شكلين. ايه الشكلين دول؟ ويل، عارفين اكيد ويل بمعنى ايه؟ سوف. ويل زائد الفعل في المصدر، اهو مصدر الفعل الانفينيتيف، الاي ان اف. ده اول شكل من اشكال المستقبل البسيط، ده اول شكل اهو. طيب تاني شكل عندنا قاعده اسمها بي بين قوسين. ليه بي بين قوسين؟ عشان ممكن تتغير لام وز وار. be going to زائد برضو ايه؟ المصدر. فاصبح ان احنا عندنا شكلين للمستقبل البسيط: ويل زائد المصدر، وبي جوينج تو زائد المصدر. ما تنساش بي، اوعى تنسى بي، تمام؟ عشان نضيفها دلوقتي لان في غلطه ان احنا ما ضفناش بي. يبقى معانا المستقبل البسيط الفيوتشر سيمبل. بنستخدم المستقبل البسيط لما نكون مثلا في حدث في المستقبل هيحصل ولكن غير مؤكد مثلا. ده مش بالنسبه ده بالنسبه لويل بس. ويستخدم في التهديد والتحذير، يكون له عواقب. هنشوف الكلام ده. يستخدم في الرد السريع، مفيش مشكله. بص كده يا سيدي، انا ندرس ويل الاول. احمد ويل فيزيت، احمد سوف يزور عمه في مصر، تمام؟ فهذا المثال هو حدث سوف يتم في المستقبل لكنه غير مؤكد. ممكن مثلا بقول لك احمد مثلا هيزور عمه في مصر مثلا نيكست مانث او نيكست مانث، الشهر القادم، تمام كده؟ ممكن يجي الشهر اللي جاي مثلا احمد يبقى مشغول في شغله فما يروحش، عادي ممكن يروح الشهر اللي بعده بعده. فهنا الحدث غير مؤكد، فعشان كده بستخدم ويل الفعل في المصدر. stop bothering الفعل bother اصلا لوحده بمعنى يضايق. توقف عن مضايقة اختك. stop bothering your sister او I'll punish you او I will punish you، انا هعاقبك، بهددك. يبقى يستخدم برضه ويل زائد الفعل في مصدر التهديد، اسلوب تهديد حيث يكون نتيجة العقاب. علي is calling، علي بيتصل، I will answer the phone، أنا سوف أجيب على الهاتف. وفي هذا المثال نلاحظ استخدام الردود السريعة دون تفكير. عندنا مثلا دون تفكير ازاي؟ مثلا يعني علي بيتصل فأنا شفت مثلا من الهاتف من بعيد إن علي هو اللي بيتصل، فطبعا I'll answer the phone، أنا اللي هرد عليه لو سمحت، وقمت رايح أرد على موبايل بنفسي، إن أنا ده قرار سريع. مثلا الباب خبط فقمت قايل اللي قاعدين خلاص انا هقوم افتح انا، ورحت انا ايه افتح الباب. I will open the door، ده برضو قرار سريع. معانا تكوين الجمله في زمن المستقبل البسيط. طبعا بنبدا الجمله الخبريه بالسبجكت اللي هو يعني ايه سبجكت الفاعل، وبعد السبجكت نحط well، وبعد الويل نحط الفعل بتاعنا في الاي ان اف. يعني ايه اي ان اف؟ يعني مصدر الفعل. وتكون ويل بمعنى سوف، عرفنا ان هي بمعنى سوف. وتاتي مع كافه الضمائر، يعني اي ضمير فاعل واقف في اول الجمله، اي فاعل عموما سواء ضمير او اسم مفرد او اسم جمع ياتي بعدها ويل، مفيش اي مشكله خالص. ويل هو شكل واحد بس الفعل، ويل زائد المصدر ويليها المصدر. المستقبل مع ويل بقى استخدامات ويل. قال لي وعد، قرار مفاجئ. ركز هنا الاول، بنبص على الامثله: عرض خدمه، طلب، تهديد، تحذير، حقيقه مستقبليه، تنبؤ، توقع. ايه ده يا مستر؟ طب انا هحفظهم ولا ايه؟ لا مش هتحفظهم، دول الفهم بس. هتفهم ان احنا في الحاله دي بنستخدم ويل زائد في المصدر. في الحاله دي عايزك تحس الموضوع وعد ازاي، ان انا اوعد يعني لما اجي اوعد حد بقول له اي ويل. زي مثلا لما باباك في البيت يقول لك والله بص انا هجيب لك عجله، انا بوعدك ان انت لو جبت درجات عاليه I will buy a bike for you، انا هجيب لك عجله. فاصبح الوعد هنا ممكن يتنفذ وممكن لا. وعد يعني الله اعلم، تيجي تخلص تجيب درجات عاليه يقول لك خلاص اما تجيب السنه الجايه ان شاء الله درجات عاليه اجيب لك عجله. يبقى I promise، انا قاعد معايا الفعل promise اهو بمعنى يعد، فانت عرفت على طول ان هو وعد. وفي حاله الوعد نستخدم will زائد المصدر will come with you. قرار مفاجئ، فجأة. it's hot، الجو ايه؟ it's hot، الجو حر. I will open the fan، انا سوف افتح المروحه. ده قرار مفاجئ. والله
قاعدين كده فحس الجو حر، بقول لك انا هفتح المروحه. I will open the fan. تمام وهكذا. I'll open the door for you. انا سوف افتح الباب لك. ده عرض خدمه. Will you give me a chair؟ بطلب منك طلب. Will you give me a chair؟ ممكن تديني كرسي؟ اديني كرسي لو سمحت. Respect yourself or I will punish you. يعني respect yourself اصلا. Respect يعني احترم. Respect yourself احترم نفسك. Or I will punish you. او انا سوف اعاقبك. تمام. Study well or you will fail the exam. Study well يعني ادرس ذاكر كويس or you will fail. او انك سوف تفشل في الاختبار. ده تحذير. I will be thirsty. thirsty ايه يعني عطشان. 30. I will be 30. ده بقى الحقيقة المستقبلية وخصوصا مع العمر. الحقيقة المستقبلية ان انا هكون مثلا الشهر اللي جاي عندي 16 سنة. الشهر اللي جاي هيكون عندي مثلا 24 سنة. الشهر اللي جاي يكون عندي 25 سنة. دي حقيقة هيكون عندي 31 سنة. دي حقيقة مستقبلية وهي العمر. I will be كذا. I will be 30 next month. هيكون عندي 30 سنة الشهر اللي جاي. I will a nice day tomorrow. لما تنبأ ان بكرة هيكون يوم لطيف. توقع. Perhaps ربما he will travel next week. ربما هو سوف يسافر الأسبوع القادم. I hope we will win the next match. أنا أأمل أن نحن will win سوف نفوز ب the next match المباراة القادمة. دور التمني. الحالة الأولى لقاعدة F. احنا عندنا الإف 4 حالات. الحالة الصفرية، الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. 4 إيه؟ حالات بنبدأ من الصفر. 0 1 2 3. الحالة الصفرية بتعبر عن الحقائق، بتبقى مضارع بسيط جاي بعد اف جملة في المضارع البسيط والجملة الثانية مضارع بسيط. الحالة الأولى بتعبر عن احتمالية حدوث شيء في المستقبل إذا تحقق شرط الحدوث. يعني لو الشرط اتحقق الحاجة دي خلاص هتحصل في المستقبل. لو فلان ذاكر هينجح. أو if you study لو أنت بتذاكر you will succeed. انت تنجح. دي حالة الاولى قاعدة اف. تمام. يبقى الحالة الاولى قاعدة اف ياتي بعدها جملة في زمن المضارع البسيط او الجملة في زمن الايه؟ المضارع. اما الجملة الثانية بيكون فيها مستقبل will زائد الانفينيتيف المصدر وهكذا. طب المستقبل برضه بسيط على فكرة مع going to مع be going to. هتضيف انت عندك في المذكرة بتاعتك be من هنا وتحطها بين قوسين اللي هو am with were او am going to is going to وخلافه. طب امتى بقى استخدم قاعدة be going to وما استخدمش well؟ قال لك لما تكون عندك دليل ان الحاجة دي هتحصل في المستقبل. يعني مثلا انا واقف كده فبتطلع من البالكوني من البلكونه بتاعتي فلقيت الجو بدأ يغيم وحسيت كده خلاص ان هي ايه هتشتي. هي لسه ما اشتتش بس انا لما لقيت في دليل ان السحابات بدأت تيجي على بعضها وبقى في غيوم فعرفت خلاص ان هي ممكن تشتي او عندي دليل قطعا ان هي هتشتي يبقى it's going to rain. ده بالنسبه ل going to. يبقى be going to هنستخدمها لما يكون في دليل. لاحظ وجود دليل فعل على وشك الحدوث ان هي خلاص هتمطر. it's cloudy الجو مغيم it's going to rain. كمان لما يكون عندي خطه او نيه على عمل شيء. يعني ايه اصلا خطه؟ بص يا سيدي خطه قرار نيه. تحفظ ده. خطه قرار نيه. خطه قرار نيه. خطه قرار نيه. خطه قرار نيه. يعني لو انا مخطط وذكرت في الجمله الفعل فلان خطه او فلان يخطط. ما هو نفس الكلمه يخطط وخطه في نفس الوقت. او لو انا واخد قرار يعني شفت في الجمله كلمه تدل على الديسيجن او عباره تدل ان انا واخد قرار او ان انا بقول لك I decided او I have decided that يعني انا قررت ده. لقيت الفعل decide نفسه تمام برضه تستخدم be going to ذات المصدر. لقيت الفعل intend ينوي او لقيت كلمه intention فاصبح يبقى نيه قرار خطه نيه قرار خطه. 3 حالات لما بشوفهم معايا ساعتها بستخدم قاعده be going to زائد الايه؟ زائد الفعل في المصدر. يمكن ان نستخدم be going to بعد الفعل think مع ان think بمعنى اعتقد. يعني مثلا I think انا اعتقد. الاعتقاد ده المفروض مثلا يعني حاجه مش مؤكده بس لو في دليل يبقى خلاص ممكن ان انا استخدم be going to. او look at these black clouds. Look at these black clouds. انظر الى هذه السحابات السوداء. I think انا اعتقد it's going. مين it يا جماعه؟ اللي هو الجو مثلا او السماء. it's going to rain ان هي ايه؟ هتمطر.
عندك اكزامبلز اكتر هنا على المستقبل باستخدام كلمه ويل للفعل في المصدر وحالات تانية اخرين. بالنسبه للسؤال تقديم الفعل المساعد او الفعل الناقص على الفاعل. ويل بالمناسبه فعل ناقص. طب ازاي ويل فعل ناقص؟ الافعال الناقصه هي ناقصه المعنى، افعال ناقصه ما عندهاش دم، افعال ما لهاش تصريف ثالث، عشان كده اسمها افعال ناقصه، ما لهاش تصريف ثالث، يعني هي لا تصريف اول وثاني. ويل الماضي من ويل يا مستر would WOULD، بس لها استخدامات معينه. لما نيجي نجيب الماضي من ويل نجيب وود امتى؟ ده في المباشر والغير مباشر، الناس اللي خدت منهج ثالثه اعدادي خلاص وبقت في الثانويه العامه فعارفين الكلام ده، او هنذكر بعض كده كده قدام باذن الله. بس عموما الماضي من ويل وود، هل في تصريف ثالث؟ مفيش تصريف ثالث، فاصبح ان ويل فعل ناقص وود طبعا الماضي منه وياتي بعدهم الفعل في ايه؟ في المصدر. يبقى هنا عندنا الكويستشن، السؤال لما اجي اعمل سؤال هحط ويل في الاول، بقت ويل رقم ايه؟ واحد، بدل ما كان الفاعل رقم واحد وبعد كده ويلز الفعل في المصدر بقت ويل رقم واحد، يبقى انا قدمت ويل حطيتها قبل الايه؟ قبل الفاعل. ويل تاتي مع كل ضمائر الفاعل، مع اي سبجكت، حتى اسم مفرد اسم جمع اي حد، وبعد كده طبعا مصدر الفعل الفيرب في الانفينيتيف او اي ان اف. Will you play؟ هتلعب ياض؟ قال له yes I will، هلعب. Will she write her homework؟ هتكتب واجبها؟ قال لك no she will not، مش تكتب، او she won't. ممكن will not وممكن want عادي، ما هو will و not مع بعض اختصارهم كلمة want. لاحظ طبعا تحويل الضمير يو في الإجابة إلى I بمعنى، يعني مثلا بقول لك will you play؟ صاحبي يا زميلي هتلعب؟ تلعب معانا؟ will you play؟ فأنت ترد عليه تقول لي yes I will أنا هلعب. ينفع أن أنا أقول لك هل أنت سوف تلعب معنا with us؟ وأنت تقول لي نعم أنتم او انت، ولا ترد تقول انا؟ فاصبح ان انا لو بخاطبك هقول لك يو انت، وانت ترد عليا تقول لي نعم انا سوف العب، او انا او لا انا مش هقدر العب كده وهكذا. فلاحظ طبعا تحويل الضمائر دي بالفهم مش بالحفظ، ان احنا نفهم ان الضمير يو لو انا بخاطب حد في سؤال فلازم هو يرد عليا يقول لي اي طبعا. وعند النفي نضيف كلمه نوت بعد كلمه ويل زي ما انت شايف كده ويل نوت، والنفي طبعا ممكن يختصر يبقى كلمه وانت. كلمات تدل على المستقبل next بقى next month next year next week tomorrow بالغد in the future في المستقبل in the اي مده زمنيه قادمه مش زمنيه فاتت، لا لو كانت في الماضي اقول لك مثلا في 2020 ده ماضي بسيط، لكن اقول لك مثلا ان شاء الله في 2030 ده مستقبل. عندنا كمان فعل كلمه soon قريبا، expect تتوقع، think believe predict تتنبأ، I'm afraid انا خايف هيحصل كذا كذا، suppose يفترض، perhaps ربما، I'm sure متاكد، possibly. وعندك طبعا examples على بعض الكلمات الدالة على زمن المستقبل. هنبدأ مع بعض في الحل دلوقتي على زمن الماضي المستمر ولا زمن المستقبل الأول. بتهيألي نختار زمن المستقبل حتى سهل، حتى لو الوقت ما كفاش ممكن احنا بقى نحل ان شاء الله قبل ما نبدأ في المراجعة التانية المرة اللي جاية هنحل على الماضي المستمر على ما انت تذاكر الماضي المستمر. هنبدأ مع بعض بالمستقبل. خالد نوت skiing with his classmates next weekend مستقبل، يبقى خالد طبعا is going هتحتاج to، يعني هنا هو went مش تنفع. next weekend we going برضو معنى هنا going skiing. والله المفروض to هنا في يا اما في غلطه، احنا محتاجين نضيف to هنا is going to skiing with his classmates next weekend، يا اما ان هي تكون going بس تبقى مضارع مستمر، والمضارع المستمر بيعبر عن المستقبل في حد ترتيبات، ودي هتكون اصح بالنسبه لنا دلوقتي. يعني هنا مفيش to فتبقى غلط، هنا has gone ده مضارع تام لسه المره اللي جايه، فاصبح احنا معانا going هنا، مش احنا خدنا زمن المضارع المستمر وقلنا المضارع المستمر بيعبر برضه عن يمكن استخدام زمن المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل في حاله ترتيبات. انا مفيش قدامي هنا غير مضارع مستمر، بس هنا مفيش از، مفيش هنا از، فما ينفعش برضه دي بس سوري، فهنضطر فعلا ان هي غلطه وتكون معانا هنا المفروض يكون في تو، فتو نعتبرها معانا هنا المساحه دي، نكتب احنا تو بنفسنا اهو تو، يبقى is going to ونختار طبعا ايه is going to skiing. تمام. بعد كده رقم 2 علي not swimming with مصطفى and حسن next Friday الجمعه اللي ايه؟ الجمعه اللي جايه. تمام. يبقى علي not swimming الجمعه اللي جايه في المستقبل، فاصبح has gone غلط وانت غلط. is going المفروض برضه في to is going to swimming. تمام. بعد كده معانا what not tonight anything special اي شيء مميز. يبقى what ايه اللي انت هتعمله النهارده؟ what are you doing تمام كده tonight، هتعمل ايه النهارده؟ قال له anything special اي شيء مميز. ده بقى مضارع مستمر اهو. what
ار، جبت ار وجبت فعل مضاف له ان جي اهو، والضمير الفاعل محطوط في النص. ما ده عشان ده سؤال، ما اقول اللي حصل. الفعل المساعد اللي هو ار تقدم على الفاعل فبقى قبل الفاعل، يبقى وات ار يو دوينج. ار يو دوينج دي وات ار يو دوينج اصلا دي مضارع ايه؟ مستمر. بس لما اقول له بقى وات ار يو دوينج تو نايت، تعمل ايه النهارده؟ الليله تعمل ايه؟ يبقى في ترتيب ان انا مرتب اموري، مرتب يومي، انا هعمل ايه بالليل، هروح فين، عندي ايه، وهكذا. فده مضارع مستمر يمكن استخدام المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل في حاله الايه؟ الترتيبات. It's so hot. الجو حار هنا. يبقى ده قرار سريع. يبقى I will turn الفعل اهو. I will turn the air conditioning on. Air conditioning التكييف. I will turn the air conditioning on. ومعانا هنا حرف الجر، قلنا ايه اللي جابه بقى؟ بص يا سيدي. turn on على بعضه phrasal verb. يعني phrasal verb فعل اصطلاحي يتكون من جزئين. الافعال الاصطلاحيه هي فعل مع حرف جر، فعل مع ظرف وخلافه، بيدي معنى جديد. turn on يعني يشغل، turn off يعني يطفئ. لما يكون مثلا معايا the air conditioning هشغل حاجه او اطفي حاجه، ممكن ان انا احط حرف الجر بعد الحاجه دي، يبقى turn on على بعضها. ممكن اقول turn on the air conditioning، وممكن اقول turn the air conditioning on. يعني ممكن احط on هنا، وممكن اسيب on واضيف الحاجه اللي انا هشغلها الاول واحط on في الاخر. وكان نفس الكلام مع off. I think ده هنا I think، بس اتاكد ان في دليل. مفيش اصلا قاعده going to هنا، يبقى will pass. يبقى I think I will pass the exam tomorrow. انا اعتقد يعني ان انا هجتاز الامتحان بكره. ممكن الامتحان يجي صعب ما اجتازهوش عادي، اسقط فيه مثلا حاجه او مش درجه كويسه. Will your father، هل ابوك travel سوف يسافر؟ ليه قلتي سوف يسافر؟ ليه ترجمت الفعل هنا اصلا بمعنى سوف يسافر؟ يعني ليه بقول هنا هل ابوك سوف يسافر؟ ليه بقول كده؟ ما ممكن اقول هل، ماشي، ما هو لما تيجي في الاول فعل ناقص او فعل مساعد بمعنى هل ابوك هل ينفع بقى ترافل دي يسافر؟ هل ابوك يسافر؟ ما انا مسائل بويل. معنى كده يا شباب انا قلت لكم قبل كده ان احنا بنترجم فعل السؤال على حسب من هو الفعل المساعد الموجود في السؤال. الفعل المساعد او الفعل الناقص الموجود عندنا في السؤال، انا بسال هنا بكلمه ويل، وويل بتدل على المستقبل، يبقى لما اجي اترجم الفعل اترجمه في المستقبل. يبقى هل ابوك سوف يسافر الاسبوع القادم؟ قال له يس هي، واو، نعم هيسافر. The boy is climbing حرف البي silent. The boy is climbing الولد يتسلق a high tree شجرة عالية. He not يبقى ايه؟ يبقى he is going to fall او is، لازم is going to fall، هيقع. الولد طالع على شجرة عالية وانا شايف فعل على وشك الحدوث، الولد هيقع. ف he is going to fall هيقع. The plane الطائرة will take off. يعني بقى take off فعل اصطلاحي برضو. take off بسم الله الرحمن الرحيم. take off يعني تقلع للطائرة take off. يبقى the plane will take off in a few minutes. الطائرة سوف تقلع، والفعل الاصطلاحي take off. يبقى the plane will take off in a few minutes هتقلع في دقائق قليلة. I think that my father أنا أعتقد أن أبي will come ولا is going to come، مش عارف والله، في next week هنا. بس بقول لك اعتقد ان ابويا هيجي الاسبوع اللي جاي. ممكن يجي الاسبوع الجاي ما يجيش، مسافر لسه مثلا او هيتاخر. فاصبح ان مفيش دليل عشان اختار is going to come، مفيش دليل. وكمز مضارع، وكمز دي كمان مضارع متكرره مرتين، يبقى will come سوف ياتي next week. انا ايه بقى؟ I'm اكيد هنا verb to be لما يجي بعده فعل بيكون دايما مضاف له ing، الا لو كنا في المبني المجهول بياتي ساعتها بعد verb to be تصريف ثالث الفعل، بس دي مش علينا دلوقتي. يبقى I'm leaving يعني انا مغادر for the airport، رايح المطار الساعه 2. عندي ترتيبات arrangements، ترتيبات ان انا رايح المطار الساعه كام؟ 2. study well ذاكر بشكل جيد or you not fail the exam or you well ولا are going to. والله بص انا يعني مش هجيب حاجه من عندي واقول are going to fail the exam، يعني بقول لك ذاكر كويس لما انت بص انا عندي دليل انت تصدق في الامتحان. لا انا ما عنديش دليل، ممكن ينجح ممكن يغش. يبقى study well ذاكر جيدا or you will دي يعني ممكن تمام، و fail the exam تصدق في الايه؟ في الاختبار. number 12 رقم 12 my sister hopes that she اختي تامل that she not a doctor in the future. بتامل ان هي تكون طبيبه في المستقبل، هي بتتمنى وبتامل. والفعل hope ياتي مع كلمه will، يبقى will be a doctor in the future. لازم يكون في بي، ما ينفعش اختار will بس، لازم يكون في بي.
Will your mother هل أمك go shopping tomorrow؟ هل أمه تذهب للشوبينج اللي هو تسوق بالغد؟ No لا she won't مش هتروح. Filling the blanks with future simple بيقول لك املأ الفراغات باستخدام الفيوتشر simple اللي هو المضارع البسيط. What will you do زي ما هي فعل في المصدر. I not my grandparents قال له I will visit انا هزور. لو في ترتيب ممكن يقول مثلا لو في اي حاجه مثلا مرتبه مثلا بيقول لك as arranged. يعني ايه as arranged؟ كما هو مرتب، يعني في ترتيبات مثلا مش عارف هو بيمسح ليه arranged كما هو مرتب. فساعتها مش هحط will visit، هحط ايه؟ ايه اللي بيجي مع الترتيبات؟ مضارع مستمر. وحلو اقول ايه بقى؟ I am visiting my grandparents. I am visiting مضارع مستمر. ده مثلا يعني ده لو في as arranged في الاخر. Where ده سؤال where not you this weekend قال له I not on the beach. يبقى where will you be زي ما هي يعني انت هتكون فين العطلة دي. قال له I will be on the beach هكون على الشاطئ هنجيب له الازرق. Where not in the summer قال له I think I not in England برضه هنا برضه will. Where will you be أين أنت سوف تكون في الصيف؟ قال له I think والله بعتقد ممكن ما يحصلش مفيش دليل. I will be in England ممكن أكون في إنجلترا ولا حاجة. What not you do at the seaside قال له I think I not sand castles. sand castles يعني قلاع رملية وحرف التي سايلنت. يبقى what will you do هتعمل ايه فعل في المصدر at the seaside. قال له I think I will build احط قبل build will عشان نختصر برضه. I not it for you tomorrow يبقى I will do my father not you in 5 minutes. my father بابايا not you هيكلمك في خلال 5 ايه دقائق تمام كده. فهنا في ترتيب ان هو هيكلمه في خلال 5 دقائق. في ترتيب my father is calling وممكن ان هو ناوي او نية او قرار تمام. فالاصح يعني برضه هنا نية او قرار ما فيش ترتيبات للحوار ده. اكيد مش هرتب ان انا اكلم حد كمان 5 دقايق فبلاش is calling نعملها احسن واصح طبعا. my father is going to call هيكلم حضرتك يا فندم in 5 minutes في خلال 5 دقائق. we believe نحن نعتقد كلمة believe تيجي مع will. نحن نعتقد that she not from her illness soon ان هي سوف تتعافى. نحن نعتقد ونتمنى من ربنا ان ربنا يشفيها وتتعافى. recover يعني تتعافى يبقى well واجيب الفعل في مصدر بعدها اللي هو recover او recover from illness soon her illness soon من مرضها قريبا. I promise أنا أعد I will return to school on time أنا بوعدك أو promise وعد يبقى will زي الفعل في المصدر will return. if it rains لو الجو بيمطر he not at home he will ممكن مثلا دي حالات اف هي وهنا مضارع بسيط. ولو تحقق شرط الحدوث اللي هو ايه شرط الحدوث لو الدنيا مطرت مش هيخرج او هيقعد في البيت يبقى he will stay. فمعايا هنا برضه هو حالات اف الاولى. حاله اف الاولى بنستخدم فيها المضارع المستقبل البسيط بيستخدم will زي الفعل في المصدر. رقم 10 طبعا جايب لي هنا you take me to the zoo this weekend يبقى ده سؤال مثلا المفروض يكون سؤال ده علامه استفهام صح ديت. يبقى عندنا هنا will you take حطها زي ما هي will you take me يعني هل انت سوف تاخذني to the zoo للحديقه this weekend هذه العطله. ها يا بابا ايه يا بابا تاخدني الحديقه يا بابا الاسبوع ده. يبقى انا بساله على حاجه تحصل في المستقبل واقول له will you take me ممكن كمان بطلب منه اصلا وده في حاله الطلب يعني. هل كان بيقول لي fill in the blanks with the future symbol بيقول لي املأ الفلانكس اللي هي الفراغات في زمن المستقبل برضو. there is someone at the door دي بقى محادثه مثلا من A و B. يعني احنا معانا مثلا هنا اهو نجيب القلم نجيب اللون الاخضر عشان يكون واضح معانا من A معانا محادثه هنا من A و B. بعد كده معانا محادثه بين A و B ما كان معانا جمله واحده كان محادثات من A و B اهي وهكذا. المهم يا سيدي A بيكلم B بيقول له there is someone at the door يوجد شخص على الباب. فطبعا هو يرد او قرار سريع من قرار سريع يقول له خلاص انا هفتح الباب او خلافه او هشوف مين. يبقى I will get فعل في المصدر I will get it. يعني رقم 2
ايه بيتكلم بيه برضو I'm going to move my house tomorrow. انا هنتقل my house منزلي tomorrow اللي هو بالغد. I not and help you. يبقى انا خلاص انت هتنقل بكره يعني هينتقل الى منزل جديد. move my house هينتقل الى منزله يعني هينقل العفش وكلام من ده. يبقى خلاص انا هاجي واساعدك. يبقى I will come برضو عرض المساعده مثلا او خلافه. I will come او وعد I will come and help you. if حاله حالات if ولا ايه؟ الفعل بس مضاف له يس اهو. يبقى الناحيه الثانيه يكون في will زائد الفعل في مصدر be. يبقى she will be very happy. نمبر 4 رقم 4 I not there at 4 o'clock I promise. انا اعدك يعني انا هكون هناك الساعه 4 ده وعد. يبقى I will برضه معانا will be. ايه بيكلم بيه في رقم 5 بيقول له I am cold انا بردان. I not on the fire هشغل بقى المدفأة. يبقى I will قرار سريع I will turn وقلنا هي محطوطه اهي I will turn on the fire هشغل مثلا ايه المدفأة او هولع نار. نمبر 6 رقم 6 ايه بتكلم بيه برضو بتقول له she's late هي اتأخرت. قال لها don't worry لا تقلقي she not tomorrow she will come tomorrow هتيجي بكرة she will come tomorrow. نمبر 7 the meeting الاجتماع not معانا فعل كمان اصطلاحي اسمه take place يعني يحدث. فانا عايز اقول ان الاجتماع ده هيحصل او هيحدث او هيعقد بمعنى يعقد برضو هنا الساعة 6 مساء. يبقى هنا في ترتيب لميعاد الاجتماع صح ولا لا؟ في ترتيبات لميعاد الايه؟ الاجتماع. تمام ركز في الجمله دي كويس جدا. الاجتماع سوف المفروض ان الفعل تيك بليس بمعنى يعقد يعني كده تيك بليس او يحدث. فالشيء ده هيحدث او هيعقد ماشي مفيش مشكله. يبقى ده ميتنج مضارع مستمر عشان في ترتيبات مثلا ان هو الساعه 6 مساء مفيش قرار نيه لا. يبقى the meeting is taking تعال مضارع مستمر احسن is taking صح is taking place at 6 p.m. if you eat all of that cake لو انت اكلت او انت بتاكل كل تلك الكعكه you not طبعا دي حاله من حالات if يبقى you will feel انت هتشعر بالايه sick انك مريض. they not at home at 10 o'clock they will be at home هيكونوا موجودين في البيت الساعة 10. I'm afraid أنا خايف I'm not able to come tomorrow with you to the doctor. I'm afraid أنا خايف I'm not able to come tomorrow أنا سوف أكون قادرا على المجيء غدا with you معك to the doctor. أنا خايف I won't be able to come أنا خايف مش هقدر أجي معاك بكرة للدكتور. If we not plastic rubbish we will ايه ده if وفي هنا will مستقبل. يبقى ده الحاله الاولى من if مظبوط. الحاله الاولى بتقول لك ايه بقى ان ياتي بعد if مباشره جمله في المضارع البسيط والجمله الثانيه تكون مستقبل بسيط. فلازم نعمل دي مضارع بسيط بقى مضارع بسيط. burned ماضي صح هنخليها مضارع يبقى burn. if we burn plastic rubbish لو احنا بنحرق القمامه البلاستيكيه we will pollute the air هنلوث الهواء. What not if we don't recycle rubbish? What will happen? ايه اللي هيحصل if إذا we don't recycle rubbish لو احنا مش بنعيد تدوير القمامة. We will save water. نحن سوف نحفظ الماء. if إذا we طبعا هنا معنى if طبعا برضه قارة من حالة if هنا will يبقى دي مضارع if we take short shower. يقول لك we will save water احنا نوفر الميه لو احنا بناخد دش قصير. تمام. our environment البيئه بتاعتنا مالها البيئه will be cleaner سوف تصبح cleaner يعني cleaner يعني انظف if we recycle our rubbish. رقم 15 what not you do if you don't understand the homework what will you do اللي انت هتعمله. تمام if you don't understand the homework لو انت مش فاهم الواجب. how will طارق كيف طارق feel او مضارع وهنا if will feel I'm so sorry how will طارق feel يعني كيف سوف يشعر طارق لو هو not to bed very late tonight. if he goes اجيب بقى بعد if طبعا جمله في المضارع الايه البسيط اهو. يبقى معانا هنا رقم 19 بنقول he will do better هو سوف يؤدي بشكل افضل
if he practices every day اللي هو بيتمرن كل يوم. رقم 20 if I not too many sweets I will feel sick. if I eat لازم مضارع بسيط بعد if في الحالة الأولى، ما هو عرفت إن هي حالة أولى، لقيت هنا في جواب الشرط لقيت ويلز الفعل في المصدر. لسه نشرح حالات if من البداية، نشرح الصفرية والأولى والثانية والثالثة، هدلعك والله العظيم هدلعك. I'll study أنا سوف أذاكر أو سوف أدرس الماث الرياضيات. if I go مضارع بسيط فعل يكون في المصدر بعد I. if I go to the shops لو أنا بروح المحلات I'll buy فعل في المصدر بعد will. if you not ثانية واحدة لقيت هنا if أبص على جواب الشرط الأول it won't جواب الشرط أهو it ما أنا عرفت منين جواب الشرط. الجملة الثانية جاية على الكومن it won't taste nice مش هيكون طعمه لذيذ. يبقى if you don't لازم انفي طبعا هنا بقى جمله منفيه في المضارع البسيط if you don't put sugar in your coffee لو انت مش هتحط سكر في القهوه بتاعتك it won't taste nice مش هيكون مذاقها لطيف. رقم 24 if I visit أسوان لو انا بزور أسوان يعني كده طبعا ده في المضارع اهوت يبقى I will send في المصدر I will send you a picture. لو انا يعني بزور أسوان ارسل لك صوره. if my dad gets مضارع بسيط هنا مستقبل هنا الفعل يكون في المصدر بي. if علي passes لو علي بيجتاز الاختبارات يبقى he will بدل هنا في مضارع بسيط يبقى جواب الشرط لازم يكون will زي الفعل في المصدر. وفي كلمات تانية غير will بس هناخدها بعدين. how not you pass your exams how you pass your exams في هنا غلطة صغيرة المفروض يكون هنا في if يبقى how will you feel وانت بقى هنا بتعمل سؤال how will you feel كيف انت سوف تشعر if you pass your exams هتشعر بايه لو انت بتجتاز الاختبار بتاعتك. I will feel happy. if it not طبعا هنا it وهنا قاعدة if في الأولى عرفت من الأولى الحالة الأولى لقيت هنا won زي الفعل في المصدر يعني will زي الفعل في المصدر بس منفية يبقى لازم أعمل دي إيه؟ مضارع بسيط بجيب الفعل rain وأحط له اس عشان it لازم يأتي بعدها الفعل مضاف له اس. if it rains لو هي بتمطر I want to go to park مش I want to go to the park مش هروح الايه البارك اللي هو الحديقة. رقم 29 she not miss the bus if she doesn't leave now. she will صح she will miss the bus if عملتها ولا miss لقيت هنا if ولقيت بعدها doesn't leave يعني مضارع بسيط بس منفي يبقى اكيد دي الحاله الاولى والحاله الاولى بيجي بعد اف مضارع بسيط سواء بقى منفي مثبت ايا يكن والجمله الثانيه اللي هي جواب الشرط بتكون will زائد الفعل في المصدر. وبكده نكون انتهينا من الحل على زمن المستقبل البسيط. اشوفكم على خير. كان معكم مستر احمد ابو سمره مدرس اللغه الانجليزيه والسلام عليكم ورحمه الله.